مرحبا بكم في قناة سودافوت. اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. كشف موقع ذا كفر الجنوب إفريقي أن نادي الهلال السوداني تقدم بعرض كبير لنادي سان داونز من أجل ضم مهاجمه الناميبي بيتر شالوليلي. وبحسب الموقع فإن عرض الهلال لضم الهداف الناميبي وصل إلى 16 مليون راند، أي ما يعادل حوالي 900 ألف دولار، وهو العرض الأكبر على الطاولة حتى الآن. وبحسب التقرير فإن هذا المبلغ قد يتناسب مع طلبات إدارة سان داونز، وقد يكون كافيا لتحرير شالوليلي من عقده، بعدما رفض سان داونز عرضا بقيمة 700 ألف دولار من الترجي التونسي لضم بيتر. بدورها تحدثت تقارير تونسية أن الترجي سيرفع من عرضه المادي لتأمين خدمات اللاعب. النجم الناميبي صاحب 32 عاما كان قد دخل في خلاف مع إدارة ناديه في ملف انتقاله، حيث قاطع التدريبات قبل أن يعود ويطلب من سان داونز تخفيض مطالبه المادية لإكمال عملية الانتقال. الهلال يسعى لتعزيز هجومه بصفقة قوية استعدادا للموسم المقبل في دوري الأبطال، كما أنه يحاول الحصول على توقيع شالوليلي للمرة الثانية بعدما كانت الأولى في يناير 2025. ويعد شالوليلي أحد الأسماء البارزة التي صنعت ربيع سان داونز الجنوب إفريقي، حيث يلعب له منذ العام 2020، وهو ثاني الهدافين التاريخيين للدوري الجنوب إفريقي برصيد 128 هدفاً.